السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. استغفر الله العظيم والصلاة على النبي ولا اله الا الله. حاجات حلوة قوي بتقربنا من ربنا. هعمل النهاردة جاتوه كده، شكله جميل قوي على قد الايد كده، حاجة خفيفة وبسيطة وسهلة عشان كلكم تشجعوا وتعملوه. شكله جميل جدا ما شاء الله، شكله مشهي وجميل. بدل ما نشتري من بره حاجة نتسلى فيها ونعملها ومضمونة، حاجة بسيطة وسهلة. معايا كده 5 بيضات. ندخل في المكونات الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 بيضات، آه ممكن يكونوا 4 بس دول 5 عشان أنا عاملاهم ايه، صغيرين بلدي. وايه وكوباية ونص سكر. عشان ايه؟ هعمل 3 كوبايات دقيق. كوبايتين ونص دقيق والنص التاني كاكاو خام. فحطيت كل المكونات على بعضها وضربتها، ما طولتش في الضرب في الاخر اما اتجانسوا مع بعض. قمت ايه، بطلت، ما طولتش عليه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ما مشيتوش معاكم حته حته عشان عملته معاكم كيكه كذا مره. جبت صاج وجبت فيه ورق زبده، وبعدين حطيت فيه الخليط وهفرده فيه كله بالتساوي عشان كله يطلع متساوي من الفرن. طبعا كنت مشغله الفرن. اول ما بغيت ابدا في المكونات، اول ما كده احط ايدي في خليط الكيكه، فقمت مشغله الفرن الاول. حطيته بقى الصاج في الرف الوسطاني، وبدات اعمل ايه في في الحشوه. معايا كده كريمه خفق حلويات، تشتريها من السوبر ماركت. وضربتها هي فيها سكرها وفيها كل حاجة يعني، تضربها بس بالمضرب. ضربتها بالمضرب لما شكلها بقى متماسك كده وشكلها حلو كده، هديها اللون البني بقى، عشان يبقى كيكة بني. هعملها بني شوكولاتة يعني. هحط عليها بقى معلقتين دانت بالشكل ده، وهضربهم تاني مع بعض اما لونها يبقى شوكولاتة. الكيكة طلعت من الفرن اهي، ده شكلها سوية جميلة وطرية جميلة جدا. سيبها بقى تهدى شوية، وبعدين احوش الطبقة اللي على الوش دي لان فيها زفارة وبتلزق وما تخليش الكريمة تمسك فيها. حشتها لما سبتها ما هدت، وبعدين حشت الطبقة اللي فوقها اهيتي، وبحافة السكينة كده قشرتها. وعملت بقى ايه، لبن، وحطيت عليه معلقتين دانت لبن بالشوكولاتة كده. وبعدين عشان اسقيها بيها عشان تبقى طرية من جوه وجميلة، بسقيها بيها كده اشربها عشان تبقى حلوة. الاول قطعت الكيكة نصين. قطعت الكيكة اللي طلعتها من الصاج، قطعتها نصين وقشرتها من فوق وحطيتها في طبق كده وبسقي نص اهوتي. وحطيت الكريمة في الكيس الحلواني اهو قدامنا اهو. وبعد ما اخلص سقي هوزع الكريمة على الكيكة. ممكن تسيبي الكيكة بايتة ليلة قبل ما تشتغلي فيها، او ممكن تسيبها تعملها الصبح وتسيبها ساعتين 3 وبعدين قبل ما تشتغلي فيها عشان ما تتهرش منك، وعشان لما تنقلي منها توزع عليها الكريمة ما تنقلش منك من هنا لهنا على الكريمة وما تخليش المنظر حلو. واحسن حاجة ان احنا ما نوزعش بالمعلقة، لان المعلقة هتنقل مننا هري من الكيكة على الكريمة، مش هيدينا منظر حلو خالص. وزعها كده وكانت طرية كيكة وهشة وجميلة ما شاء الله. طريقة جاتوه سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. طعمها كان روعة، طعمه كان جميل اوي اوي اوي. وزعت كده الكريمة على الكيكة، ووزعها بقى بسباشيولا او اي حاجة تانية. اعملها كده اوزعها بقى، وبعدين اجيب النص التاني واقشره بردك كده بحافة السكينة.
حفيت السكينة وبعدين احطه عليه، اسقيه واحطه عليها تاني برضك. احاول ما نقلش عشان ايه ما يطلعش هاري كده مني على الكيكه من فوق، فمديش شكل حلو خالص. انا اصلا كده 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 اما نحط النص اللي فوق فهو كده كده وما اضغط شويه كده هتطلع هتسوي الكريمه تحتي كده في كل مكان، هتوزع الكريمه من تحت. حطيت كده مكسرات، اي نوع مكسرات عندك حطيته فيها يدينا طعم حلو كده. حطيت الطبقه التانية ووزعت بردك عليها الكريمه ووزعتها كده، سويتها فوق من فوق عشان تبقى سايحة من فوق كده وشكلها حلو. وحطيتها في الفريزر شوية ماسك عشان لما تيجي تقطعيها الكريمة ما تطلعش من الجناب وتبقى منظرها مش حلو عشان تعرف تقطعيها. وبعدين بقى هحوش الزيادات اللي مش مستوية في الجنب كده عشان المنظر الجاتوه في الاخر يطلع شكله حلو. هحوش الزيادات بالراحة كده مش كتير، سنتي كده بكتير، سنتي حاجة بسيطة كده من الجناب حوشها وعشان تبقى مستوية. بعدين نقطع الجاتوه في الاخر. عملت كريمة عشان انا عملت الكريمة دي وهحط عليها بقى من فوق ايه زبدة اللوتس. عملت معلقتين حطها في كيس الحلواني هنا كنت كان في الجنب اهي، حطيتها عملت معلقتين في نص كوباية لبن ودوبتهم، اما حليتهم في بعض كده دابهم، وبعدين حطيتها في كيس الحلواني وهوزعها على الكيكة يبقى طبقة تانية يعني زبدة اللوتس. هوزعها توزيع كده عشوائي، اي توزيع يعني، عشان كده كده هسويها عشان تدي ملمس ناعم في الاخر كده وتدي شكل حلو. وصوب المقص وجوزها. يا رب تكون طريقة خفيفة كده وبسيطة، ان شاء الله هنعمل معاكم جاتو كتير ان شاء الله. انا عملت ده حاجة كده سهلة وبسيطة معاكم النهاردة. انا بحطه كده وهرجع اوزعه تاني بالمعلقة. جانش بسيط كده وسهل، زبدة اللوتس يعني، او ممكن تجيبي نوتيلا وتحليها برضك تفكيها في لبن، او لو معلقتين زيت ومعلقة لبن وتحطيها برضك عليها. بس انا عملتها كده مرة تانية اعملها معاكم بشكل مختلف. المقطع اتعاد ولا ايه؟ اسف المقطع ده جه قبل ده. كده انا خلاص اهوتي خلصتها وسويتها من فوق عشان تدينا شكل حلو كده. جبت بقى سكينة مشرشرة، لازم تكون سكينة مشرشرة عشان ايه ما تفرولش الكيكة معانا. لازم كل ما اجي اقطع مرة لازم امسح السكينة عشان ايه ما نبوظش شكل الجاتوه من فوق. انا كده بحددها يعني بشوف ايه تقطع منها كام خرطة عشان ما اقطعش من اول ونرجع نبوظ الدنيا. فطلعوا معانا 9 قطع ان شاء الله، واخر قطعتين كانوا كبار كمان ما شاء الله، بس كان طعمه جميل قوي قوي. كل مره لازم امسح السكينه عشان ما نبوظش الكيكه منظرها من فوق، واسحب لتحت كده عشان ما اطلعش لفوق نبوظ الدنيا. امسح السكينه. حاولوا تجربوها بقى لان هي طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم، طعمها حلو قوي قوي قوي. متنسوش تعملوا الاشتراك بقى، اعملوا الاشتراك
فعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. احفظي يا جمان. جمانة جنبي جاتو وانت كنت كلتيه، كان طعمه حلو. ماشي يا حبيبتي. فضل معايا كده كانت كريمة من الحشوة، هعمل بقى وردات فوق. روحي يا حبيبتي يلا احفظي. هعمل بقى وردات فوق كده، كريمة باقية من الحشوة فعملت بقى وردات يعني زي الجاتو يعني، منظر من فوق. احط القمع كده او البلبلة كده واقوم ضغطة لتحت فتطلع الشكل ده. واحط عليها بقى فستق. التليفون بيعمل لنفسه، بس هو كده يعني كان لسه في حتة يعني اللي انا بحط فيها الفستق، بس مش عارفة راحت فين. ودي شكله بقى النهائي. يا رب يكون عجبكم، بس ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم طعمه، لانه طعمه جميل قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.